في أسئلة بتطارد البشرية من أول يوم ليها على الأرض، أسئلة بتخلينا نبص في الظلمة ونحس بالخوف. هل في حياة بعد الموت؟ هل الأرواح بتفضل موجودة وسطنا؟ علاقة بين عالمنا وعالم تاني مش شايفينه. كتير من الناس بيعتبروا الكلام ده مجرد خرافات، قصص بنحكيها عشان نخوف بعض في الليالي الظلمة. لكن أنا هنا النهاردة عشان أقولكم إن الموضوع أعمق وأخطر من كده بكتير. دي مش مجرد حكايات، دي حقائق بتخلي الدم يتجمد في العروق. التواصل مع الأشباح، الشعور بوجودهم، سماع أصواتهم، دي مش مجرد أوهام أو خيال. دي حقيقة مرعبة، حقيقة بتعيشها عائلات كاملة جوه بيوتهم، حقيقة بتوثقها أجهزة التسجيل والكاميرات، وبتشهد عليها الشرطة والمحققين. العالم اللي ورا الستار ده، عالم الأرواح، مش دايما بيكون هادي. في طاقات عنيفة، أرواح معذبة، وكيانات غاضبة بترفض ترحل. لما بنفتح الباب للعالم ده، بنكتشف إن الرعب الحقيقي مش في الأفلام، الرعب الحقيقي هو اللي بيحصل لما النور بيطفي. في الفيديو ده، أنا هاخدكم في رحلة لأماكن هي الأكثر رعباً على وجه الأرض. هنغوص مع بعض في أشهر وأبشع الحالات اللي العالم كله واقف قدامها مذهول ومصدوم. من مزارع أمريكا المسكونة لبيوت صعيد مصر اللي النار بتولع فيها لوحدها، ومن قصور أوروبا اللي بتسكنها أشباح من قرون، لظواهر موثقة بالصوت والصورة حيرة العلماء. استعدوا، لأن الليلة دي هنكشف الستار عن الحقيقة اللي الكل بيخاف يواجهها. في بداية القرن ال19 في ولاية تينيسي الهادئة، بدأت قصة من أبشع قصص الأشباح في التاريخ الأمريكي. عائلة بيل كانت عايشة في مزرعتها بسلام، لحد ما كيان غامض قرر يحول حياتهم لجحيم. الموضوع بدأ بأصوات غريبة، أصوات خبط وهمس بتتردد في جدران البيت بالليل. الأصوات دي كانت بتتحول لصرخات، لضحكات شريرة، ولصوت ست عجوزة بتشتم وتتوعد العيلة بالدمار. محدش كان عارف مصدر الصوت ده، لكنهم كانوا حاسين بوجودها. وجود بارد ومخيف بيطاردهم في كل ركن. الرعب ما كانش مقتصر على الأصوات بس. الكيان ده، اللي تعرف بعد كده باسم ساحر بيل، بدأ يمارس عنف جسدي مباشر على أفراد العيلة. كانوا بيحسوا بحد بيشدهم من شعرهم، بيضربهم وهم نايمين، وبتظهر على أجسامهم علامات خدوش وكدمات من غير أي تفسير. القصة دي ما كانتش مجرد حكاية، دي كانت حقيقة موثقة، لدرجة إنها وصلت للرئيس الأمريكي وقتها أندرو جاكسون، اللي حاول يزور البيت بنفسه عشان يتحدى الكيان ده، لكنه هرب هو ورجالته من الرعب اللي شافوه. دي أول حالة في تاريخ أمريكا يتم توثيقها رسمياً كظاهرة خارقة للطبيعة من قبل الدولة. بننتقل لإنجلترا، وتحديداً لبيت بورلي ريكتوري، المكان اللي أخذ لقب البيت الأكثر ثرثكوناً في إنجلترا. القصة بدأت من زمان، مع حكايات عن شبح راهبة بتظهر في الحديقة. راهبة بيقولوا إنها اتقتلت بعد ما وقعت في حب راهب من دير قريب. لكن الظواهر في البيت ده كانت أكتر بكتير من مجرد شبح. السكان كانوا بيسمعوا صوت جرس الخدم بيرن لوحده في نص الليل، مع إنه كان مقطوع ومفصول تماماً. كانوا بيسمعوا خطوات ثقيلة ماشية في الممرات الفاضية، وبيشوفوا كتابات غامضة بتظهر على الحيطان بتطلب المساعدة. البيت ده شهرته زادت جداً لما وصله المحقق الشهير في الظواهر الخارقة هاري برايس في الثلاثينات. برايس عاش في البيت بنفسه، ووثق مئات الظواهر المرعبة. سجل أصوات غريبة، صور أجسام بتتحرك لوحدها، وشاف ظواهر عنيفة زي رمي الحجارة والأطباق. تحقيقات برايس خلت بورلي ريكتوري أشهر بيت مسكون في العالم، وكل الأدلة اللي جمعها كانت دليل قاطع على وجود الطاقة الذكية وغاضبة جوا الجدران دي. البيت اتحرق في ظروف غامضة سنة 1936، لكن لحد النهاردة الناس اللي بتعدي من جنبه لسه بيشوفوا أطياف وبيسمعوا أصوات جاية من الأنقاض.
من ريف إنجلترا لقلب صعيد مصر، حيث الرعب بياخد شكل مختلف وأكتر عنف. في قرية هادية كان في بيت عادي جدا، لكنه فجأة اتحول لقطعة من الجحيم. سكان البيت بدأوا يصحوا في نص الليل على صوت صرخات ست بتستغيث، صرخات بتيجي من كل مكان في البيت ومش من مكان محدد. الخوف اتحول لرعب حقيقي لما النار بدأت تشتعل في أجزاء مختلفة من البيت لوحدها، تولع في الستاير، في السجاد، في الأثاث، وبعدين تطفي فجأة زي ما بدأت من غير أي سبب منطقي أو تفسير علمي. الوضع وصل لمرحلة خطيرة جدا. الأبواب والشبابيك كانت بتتقفل عليهم بقوة عنيفة، كأن في حد بيحاول يحبسهم جوه. كانوا بيسمعوا أصوات تكسير وضرب على الحيطان، وبيشوفوا ظلال سودة بتتحرك بسرعة في أركان البيت. الجيران كانوا شهود على اللي بيحصل، كانوا بيسمعوا الصرخات وبيشوفوا ألسنة اللهب بتطلع من الشبابيك، ولما كانوا بيجروا عشان يساعدوا كانوا بيلاقوا كل حاجة هادية، كأن مفيش أي حاجة حصلت. البيت ده بقى مثال للرعب في المنطقة كلها، والعيلة سابته وهربت بحياتها، وسابوا وراهم مكان بيشهد على قوة الكيانات اللي بترفض تسيب عالمنا بسلام. هل ممكن نسجل أصوات الموتى؟ السؤال ده كان خيال علمي، لحد ما ظهر راجل اسمه فريدريش يورجنسون في السويد سنة 1959. يورجنسون كان بيسجل أصوات طيور في الطبيعة، ولما رجع يسمع التسجيلات سمع صوت غريب وسط زقزقة العصافير، صوت بشري بيهمس باللغة النرويجية بيناقش أصوات الطيور الليلية. الصدمة الحقيقية كانت لما سمع صوت والدته المتوفاة بتنادي على اسمي وبتقوله فريدي الصغير، سامعني؟ من هنا بدأت واحدة من أغرب الظواهر في تاريخ البحث عن الخوارق. يورجنسون كرس حياته للموضوع ده، وسجل آلاف الأصوات الغامضة اللي سماها أصوات من المجهول. الظاهرة دي اتعرفت بعد كده باسم ظاهرة الأصوات الإلكترونية أو EVP. الفكرة انتشرت في العالم كله، وبدأ المحققين في كل مكان يستخدموا أجهزة تسجيل حساسة في الأماكن المسكونة، والنتائج كانت مذهلة. قدروا يسجلوا أصوات واضحة، كلمات وجمل كاملة، ردود على أسئلتهم من أصوات مش موجودة في المكان. الظاهرة دي بقت دليل مادي مسموع على إن الأرواح مش بس موجودة، دي كمان بتحاول تتواصل معانا، وأحياناً بتحذرنا. في سنة 1977 في بيت متواضع في منطقة أنفيلد في لندن، بدأت واحدة من أشهر وأكثر الحالات توثيقاً في تاريخ الظواهر الخارقة. عائلة هودجسون، أم و4 أطفال، حياتهم اتقلبت رأساً على عقب. الموضوع بدأ بأصوات خبط على الحيطان، لكنه تطور بسرعة لظواهر عنيفة ومرعبة. الأثاث الثقيل زي الكراسي والخزن كان بيتحرك لوحده، وأحياناً كان بيطير في الهواء ويترمي بقوة على الأرض. لعب الأطفال كانت بتطير في الأوضة وتخبط فيهم، والأصوات الغامضة كانت بتيجي من كل حتة. الظاهرة دي تركزت بشكل خاص حوالين البنت جانيت اللي كان عندها 11 سنة وقتها. جانيت كانت بتترفع في الهواء وهي نايمة، وكانت بتتكلم بصوت راجل عجوز خشن وغريب بيقول إنه بيل ويلكينز وإنه مات في البيت ده. القضية دي جذبت اهتمام الإعلام والباحثين، وحتى الشرطة اللي جت عشان تحقق في البلاغات وشافوا الظواهر دي بعينيهم ووثقوها في تقارير رسمية. في تسجيلات صوتية مرعبة لجانيت وهي بتتكلم بصوت بيل، وصور فوتوغرافية بتوثق لحظات طيرانها في الهواء. حالة أنفيلد بتفضل لحد النهاردة لغز مرعب ودليل قوي على ظاهرة التلبس والبولترجيست. في الهند، بلد الأساطير والروحانيات، الخوف له طعم تاني. جنب مدينة دلهي المزدحمة، في قرية صغيرة سمعتها مرتبطة بالرعب. السكان المحليين بيحكوا عن ظواهر بتحصل بالليل، خصوصاً على الطريق اللي بيوصل للقرية. بيقولوا إن بعد نص الليل لو مشيت على الطريق ده لوحدك هتحس بوجود حد معاك. بيشوفوا أطياف سودة بتطج فجأة على جوانب الطريق وتختفي،
وبيسمعوا صوت طرق عنيف على عربياتهم كأن حد بيحاول يوقفهم بالقوة. القصص دي خلت فرق تحقيق هندية وإعلاميين يروحوا المكان ده عشان يوثقوا اللي بيحصل. نصبوا كاميرات الرؤية الليلية وأجهزة تسجيل الصوت على طول الطريق. التسجيلات كانت مرعبة. الكاميرات صورة أشكال ضبابية بتتحرك بسرعة قدام العدسات، أشكال ملهاش أي تفسير مادي. أجهزة الصوت سجلت همسات وأصوات صريخ بتيجي من العدم. الإعلام الهندي غطى القصة دي بشكل واسع وعرضوا اللقطات دي على التلفزيون، وده سبب حالة من الهلع. القرية دي والطريق اللي بيوصلها بقوا رمز للخوف، ومكان محدش بيجرؤ يقرب منه لما الشمس بتغيب. في قلب المكسيك في بيت مهجور بيخبي وراه مأساة مرعبة، يعرف بكاسا دي لاس بوماس أو بيت الأيدي الصغيرة. القصة بتقول إن المكان ده كان زمان مدرسة أو دار أيتام، وفي يوم حصلت حريقة كبيرة مات فيها أطفال كتير. من يومها والبيت بقى مسكون بأرواحهم. الزوار اللي بيتشجعوا ويدخلوا البيت بيحكوا عن نفس الظواهر المخيفة، بيسمعوا أصوات ضحك وبكاء أطفال جاية من الأوض الفاضية، وبيشوفوا أشباح شفافة لأطفال بتجري في الممرات وتختفي فجأة. أكتر حاجة مرعبة في البيت ده هي العلامات اللي على الحيطان، بصمات إيدين صغيرة متغطية بالسواد كأن الأطفال المحروقين كانوا بيحاولوا يهربوا ويسيبوا علاماتهم على الجدران. الظواهر دي كانت عنيفة وموثقة لدرجة إن الحكومة المكسيكية قررت تتدخل. بعد تحقيقات كتير وشهادات مرعبة، الحكومة أعلنت إن البيت غير آمن وأغلقته بشكل رسمي ومنعت أي حد من دخوله. الإغلاق الرسمي ده كان اعتراف ضمني بإن في حاجة خطيرة جدا جوه البيت ده، حاجة أقوى من إن أي حد يقدر يواجهها. في مدينة النور باريس في قصور قديمة بتحكي تاريخ طويل، لكن بعض القصور دي بتحكي قصص رعب. في واحد من القصور الفخمة المهجورة دي، الباحثين في الظواهر الخارقة سجلوا ظواهر غريبة جدا. الحراس اللي كانوا بيحرسوا المكان من بره كانوا بيبلغوا عن سماعهم لموسيقى بيانو كلاسيكية بتتعزف من جوه القصر بالليل، مع إن القصر فاضي وما فيهوش أي آلات موسيقية شغالة والكهرباء مقطوعة عنه من سنين. الأصوات دي كانت بتخلي أي حد يسمعها يحس بحزن عميق وأشعريرة. الظاهرة الأكثر رعباً هي شبح لسيدة بفستان أسود قديم. الشبح ده بيظهر في الصالون الرئيسي للقصر واقف جنب الشباك كأنه مستني حد يرجع. أكتر حاجة بتدي مصداقية للقصة دي هي صورة موثقة. واحد من الباحثين قدر ياخد صورة للشبح ده وهو واقف في الضلمة، صورة واضحة ومخيفة أثارت اهتمام الباحثين في العالم كله. الصورة دي مع شهادات الحراس وتسجيلات الموسيقى الغامضة خلت القصر ده محط اهتمام كبير، وبقى دليل على إن بعض الأرواح بتفضل مرتبطة بأماكنها للأبد، بتعيد نفس اللحظات الحزينة مراراً وتكراراً. نرجع تاني لمصر وتحديداً لمنطقة المعادي في القاهرة. في عمارة سكنية هناك شهرتها مش بسبب فخامتها، لكن بسبب الرعب اللي ساكن جواها. السكان اللي حاولوا يعيشوا في شقة معينة في العمارة دي كانوا بيعيشوا تجارب مرعبة بتخليهم يهربوا في خلال أيام. القصة المتكررة كانت عن ظهور أطياف سودة بتتحرك في الشقة بالليل، أطياف طويلة وضخمة بتظهر فجأة في أركان الأوض وتختفي. كانوا بيسمعوا همسات غامضة جاية من الحيطان كأن في ناس بتتكلم بلغة مش مفهومة حواليهم طول الوقت. أكتر ظاهرة كانت بتسبب الهلع هي ظهور كيان مرعب وصفه بأنه رجل طويل لابس أسود وملوش وش. الكيان ده كان بيظهر واقف في آخر الممر أو في ركن الأوضة، مجرد ظل أسود كثيف على شكل إنسان من غير أي ملامح. مجرد النظر ليه كان بيسبب إحساس بالبرد الشديد والرعب اللي بيشل الجسم. كل اللي سكنوا الشقة دي هجروها بسرعة وسابوا وراهم كل حاجتهم، والبيت فضل مهجور ومقفول لسنين طويلة.
قصة البيت ده بقت أسطورة في المعادي وتحذير لكل واحد بيفكر يسكن في مكان له تاريخ مظلم. في ولاية كنساس الأمريكية في بيت صغير شكله عادي من بره، لكنه بيخبي جواه طاقة عنيفة ومرعبة. البيت ده معروف باسم سالي هاوس. القصة بتقول إن طفلة صغيرة اسمها سالي ماتت في البيت ده نتيجة عملية زائدة دودية فاشلة. من وقتها روحها فضلت موجودة في البيت، لكنها مش روح طفلة بريئة. السكان اللي عاشوا في البيت بعد كده، خصوصاً عيلة بيكهام في التسعينات، وثقوا ظواهر مرعبة. ألعاب الأطفال كانت بتتحرك لوحدها وتشتغل في نص الليل، والأجهزة الكهربائية كانت بتولع وتطفي بشكل عشوائي. النشاط ده مكانش مجرد لعب. الكيان اللي في البيت كان بيظهر سلوك عدواني، خصوصاً تجاه رب الأسرة توني. توني كان بيظهر على جسمه خدوش عميقة وحروق فجأة، خدوش على شكل 3 خطوط متوازية، كأنها علامة من كائن شيطاني. كانوا بيحسوا بوجود بارد في أوضة الأطفال، وبيشوفوا أطياف صغيرة بتجري في البيت. محققين الظواهر الخارقة اللي زاروا البيت وثقوا كل ده، سجلوا أصوات إلكترونية واضحة وصوروا الظواهر دي، وخلوا سالي هاوس واحد من أكتر البيوت المسكونة رعباً وشهرة في أمريكا. مكان روح الطفلة فيه مش بتلعب، دي بتعذب. كل القصص اللي سمعتوها دي، من تينيسي للقاهرة ومن لندن لدلهي، مش مجرد حكايات بنحكيها قبل النوم. دي تجارب حقيقية، أحداث موثقة بالصور والتسجيلات وشهادات الشهود والتقارير الرسمية. دي حياة ناس اتقلبت لجحيم، اتحطوا في مواجهة مباشرة مع عالم احنا بنجهله وبنخاف منه. العالم ده موجود، والكيانات اللي فيه موجودة، والأدلة على وجودها بتزيد يوم بعد يوم. ده مش خيال، دي الحقيقة المظلمة اللي كتير منا بيرفض يصدقها لحد ما تحصل له. لازم تفهموا حاجة مهمة. فكرة إنك تعيش في بيت مسكون، أو تقابل في طريقك روح مش مرتاحة، أو تحس بوجود طاقة غريبة حواليك، دي مش حاجة بعيدة أو مستحيلة. ده ممكن يحصل لأي حد، في أي مكان وفي أي وقت. الأماكن دي مش مجرد بيوت مهجورة في بلاد بعيدة، دي ممكن تكون الشقة اللي جنبك، أو البيت القديم اللي في آخر شارعك. الأرواح دي حوالينا، بعضها هادي وبعضها غاضب، ومجرد لحظة واحدة ممكن تفتح الباب اللي بين عالمنا وعالمهم. وهنا بيجي السؤال الأهم، السؤال اللي لازم تسأله لنفسك الليلة دي وانت بتطفي النور. لو جت دورك، لو لقيت نفسك فجأة في مواجهة مع المجهول، لو سمعت صوت في الضلمة، أو شفت الطيف بيتحرك قدامك، هل هتكون مستعد؟ هل هتكون عندك القوة والشجاعة عشان تواجه؟ ولا هتبقى مجرد ضحية جديدة، وقصتك المرعبة هتكون هي القصة الجاية اللي بتتحكي في ليلة زي دي؟ فكر كويس، لأنك ممكن تكون التالي.